لازم كل حاجه لازم تتطور عشان تتعمل تاني. محافظ الإسكندرية تفقد الآن المنطقة الواقعة بسور نادي سبورتنج. كانت هذه المنطقة قد شهدت تراكمات كثيرة خلال الفترة الماضية. باشا المشكله في برميل الزباله يا باشا، يا ريت يشاورنا برميل الزباله ده. لا يوجد تجمعات الآن بمنطقة سبورتنج تحديدا ترام نادي سبورتنج بعد إزالة كافة التراكمات المياه التي سقطت خلال الساعات الماضية. تمام، فبيقول لك الاسلوب ان انت تحط المنطقه دي في النقطه دي الفريق بيبقى عنده. معالي المحافظ، هذه المنطقة شهدت تراكمات كثيرة الفترة الماضية، طبعا احنا وتم استغلال هذه الصور يعني بشكل كبير جدا في القنوات المشبوهة والمعادية. نقول إيه يا فندم دلوقتي الوضع حالي؟ شايف دي منطقه سوق نادي سبورتنج، ونزل عليها صور كتير معظمها كان مغلوط مش حقيقي. كان موجود فيها ميه تم شطها فورا. الشنايش شغاله والمطابخ شغاله كويس. احيانا بيبقى بعض الفريزه اللي يرموا الزباله فيها، احنا هنخلي فيها عربيه موجوده على طول. لكن زي ما انت شايف دلوقتي ادي سوق نادي سبورتنج كله مفيش ميه نهائيا. والحقيقه احنا وفق الخريطه الجديده اللي احنا منظمينها هنخلي عربيه صرف كبيره موجوده هنا في بدايه النواه تستمر لغايه نهايه النواه
عشان اي ميه تتراكم هنا تشفطها وتصرفها على طول ان شاء الله. يا فندم الصور اللي بيتم تداولها من 2015 عايزين برضو يعني فكرة استخدام هذه الصور ونوعي المشاهدين بالحرص الشديد في التعامل مع الصور اللي بيتم استخدامها الآن. يهمنا احنا ما حدش بينكر ان عندنا امطار غزيره جدا، وما بننكرش ان في بعض المناطق الميه بتزيد فيها 20 سم 25 سم خاصه في العزل والمناطق اللي هي عشوائيه، وعندنا شوارع بتمتلئ بالمياه، لكن كل ده بنصرفه فورا. اما بعض الصور اللي بتظهر على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وهي صور كتير، صور الحقيقه فوتوشوب ليس لها اساس من الصحه، ونشوفها وننتقل ليها ونجد ان الصور دي غير حقيقيه نهائيا. احنا اي مشكله عندنا بنعترف بيها عشان نعرف، لكن اللي بيحصل على بعض مواقع السوشيال ميديا ده يعني من بعض الناس اللي هم يعني لا يرغبوا في السلامه للخصوص. قطع المية يا فندم مسبب يعني استياء لدى البعض، فكرة أهالينا اللي هي بتعاني دلوقتي، فكرة دي أزمة، فاحنا